فضلت الدنمارك الجزائر عن باقي الدول العربية لتقدم اعتذاراتها الرسمية وتبلغ عن أسفها الشديد، وهو ما يؤكد مكانة الجزائر على الصعيد الدولي، فلم تقدم اعتذاراتها للسعودية أو للمغرب أو لدول الخليج، بل فضلت التعامل مع الجزائر بشكل رسمي بعد تقديمها اعتذارا رسميا للجزائر على خلفية التصرفات المشينة للإسلام والمستفزة لمشاعر المسلمين. وجاء هذا بعدما أبلغت القيادة العليا في الجزائر دولة الدنمارك احتجاجا رسميا عقب استدعاء سفيرة الدنمارك بالجزائر وإبلاغها بخطورة الوضع الذي من شأنه أن ينسف العلاقات الدبلوماسية إذا ما استمر على هذا الحال. في التفاصيل، تلقى وزير الخارجية أحمد عطاف اتصالا هاتفيا من نظيره الدنماركي أعرب له فيه عن أسفه واعتذاره لحرق المصحف الشريف أمام سفارات دول إسلامية بما فيها الجزائر. وخلال المكالمة أبلغ الوزير الدنماركي لارس لورك راسمسون عطاف أسفه واعتذاره للموجة الإجرامية لحرق المصحف الشريف أمام سفارات الدول الإسلامية بما في ذلك سفارة الجزائر بكوبنهاغن. ووصف الوزير الدنماركي هذه الأعمال بغير المقبولة، مؤكدا أنها تتعارض تماما مع تقاليد الترحيب والانفتاح والتسامح الراسخة في المجتمع الدنماركي. كما أبلغ رئيس الدبلوماسية الدنماركية الوزير عطاف أن حكومة بلاده بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نص القانون الهادف لوضع حد لهذه الممارسات الشنيعة. من جانبها الجزائر أكدت استعدادها الدفاع عن مقدسات المسلمين والتعامل بجدية أكبر مع هذه التصرفات التي أصبحت عادة تجيزها الحكومات الغربية المتطرفة.